بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نخصصها لما يجري الآن في فلسطين. طبعا كلنا يريد أن يوقف ما يجري في فلسطين، لكن لابد أن نفهم لماذا جرى وكيف جرى. فنحن هنا سنحكي قصة ضياع القدس، أو قصة ضياع فلسطين، أو قصة نشأة إسرائيل. وطبعا خلال هذا العرض أنا اخترت تاريخ كما تشاهدون، اخترت تاريخ 1517 لأن هذا هو بداية البذرة الأولى لإنشاء إسرائيل. لا نستطيع أن نفهم ما جرى إلا عندما نبدأ من هذا التاريخ، وتاريخ التسجيل أو عام التاريخ اللي هو عام 2021. خلال 500 سنة سنفهم ماذا جرى، وسنجد أنه خلال الشرح كيف ضاعت مصر والجزائر والمغرب وتركيا والسعودية واليمن والجزيرة العربية والعالم الإسلامي. فهو ليس ضياع للقدس، إنما ضياع للعالم الإسلامي كله. وأصبحنا كما نشاهد الجنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى اللي هو مكان عبادة خاص بالمسلمين، ويمنعونهم من دخوله. نبدأ عام 1517 اللي هو هذا التاريخ، تاريخ بداية تأسيس إسرائيل. هذه هي خريطة العالم عام 1517، وهنجد أن كان لدينا 3 إمبراطوريات رئيسية تعرقل وترفض قيام إسرائيل. أولا الإمبراطورية العثمانية، إمبراطورية المسلمين، وهذه كانت ترفض قيام إسرائيل في فلسطين لأنه فلسطين أرض إسلامية، فكي اليهود يقومون فيها دولة لابد أن يأخذوها من المسلمين. فالدولة العثمانية رفضت، ده العقبة الأولى، فكان لابد من إزاحة الدولة العثمانية كي يمكن إقامة فلسطين. العقبة الثانية حاجة اسمها أوروبا الغربية اللي هي الكاثوليكية. لدينا دين الإسلام تمثل الدولة العثمانية، الكاثوليكية تمثلها أوروبا الغربية. أوروبا الغربية في ذلك الوقت كان اسمها الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فهي طبعا كانت بتؤمن بأن هي أحفاد الرومان، وفي نفس الوقت بتنسب نفسها للدين المسيحي. هذه الإمبراطورية الرومانية المقدسة كانت تشمل أسبانيا في ذلك الوقت، إيطاليا، جنوب إيطاليا والولايات البابوية البابا، الجزر الموجودة في البحر المتوسط، ألمانيا، وفرنسا صحيح كاثوليكية، وبريطانيا، لكن لم تكن جزء من الإمبراطورية الرومانية المقدسة. طيب الجماعة الإمبراطورية الرومانية المقدسة دول كانوا مسيحيين كاثوليك، أيضا كانوا يرفضون قيام إن اليهود يجتمعوا في فلسطين. ما مشكلة الجماعة دول في ذلك الوقت؟ هؤلاء يؤمنون أن اليهود ملعونين ويجب قتلهم وتعذيبهم وتشريدهم. الكاثوليك لماذا؟ يقولون اليهود هم الذين قتلوا المسيح، واليهود هم الذين صلبوه. نحن كمسلمين نؤمن أن المسيح لم يقتل وما صلب ولم يصلب أصلا. لكن الكاثوليك يقولون سنأتي لهذه العقيدة، وبما أن الديانة المسيحية تؤمن بتوارث الخطيئة، يعني أن آدم أخطأ وكل إنسان يولد بيرث خطيئة أبيه آدم، فوفقا للديانة المسيحية الطفل الذي يولد بيولد كافر، لابد القسيس يدخله المسيحية من خلال التغطيس في المياه، اسمه سر المعمودية. إذا الطفل مات، هذا الطفل الرضيع إذا مات قبل أن يغطسه القسيس في المياه يدخل نار جهنم، يعني الطفل مولود كافر على نار جهنم. المهم الديانة المسيحية الكاثوليكية كانت تؤمن بذلك، بقى ارتكبوا مجازر ضد اليهود وقتل إلى آخره. وهنجد أن اليهود كانوا يفرون من أسبانيا إلى الجزائر لأنه المسلمين، وإلى الدولة العثمانية. سنأتي لذلك. لدينا الإمبراطورية الثالثة اللي بترفض قيام دولة لليهود هي روسيا. روسيا أرثوذكسية، فأنت عندك 3 كتل رئيسية: المسلمين والكاثوليك والأرثوذكس. وهنأتي هنا بولندا، دي إمبراطورية بولندا أيضا كاثوليكية،
وحتى اليوم في توتر في العلاقات بين بولندا الكاثوليكية وبين إسرائيل، وحتى منعوا زيارة نتنياهو، في مشاكل يعني. إذن كي يستطيع اليهود إقامة إسرائيل لابد من التخلص من الأربع عقبات التالية. فلم يكن لهم صديق في العالم. في تلك الفترة كان الجهة الوحيدة التي توفر الحماية والأمان لليهود المسلمون فقط، اللي هي الدولة العثمانية. اليهود خدموا الدولة العثمانية في ذلك الوقت، دي حقيقة تاريخية، لأن هم كانوا في عداء ضد أوروبا الكاثوليكية التي تقتلهم وتعذبهم. هذا العام، عام 1517 عفوا، ظهر هذا الرجل اسمه مارتن لوثر، ظهر المذهب البروتستانتي. هذا غير وجه التاريخ، ونحن نعيش آثاره في مصر، في تركيا، في الجزيرة العربية حتى يومنا هذا. هذا قس كاثوليكي اعترض على فساد الكنيسة. المهم هو دعا لإصلاح الكنيسة، فقال طبعا في ذلك الوقت 1517 أقوى دولة في العالم دولة المسلمين اللي هي الدولة العثمانية، فقال لابد ان احنا نقتدي بالمسلمين. فقال ان احنا بقى يجب ان نصلح الاسلام، ليس فيه كنيسة وليس فيه رجال دين، فاحنا نفعل مثله. بالضبط كما في ليبراليين وعلمانيين هذه الايام يقولون كي يتقدم المسلمون لابد ان احنا نسير خلف امريكا واوروبا وفرنسا ونقلدهم. هو فعل نفس الشيء. طب البني ادم ده كي يحقق هذا الاصلاح في الديانة المسيحية ماذا يفعل؟ ارتكب جريمة كبيرة جدا، وهي انه طبع الانجيل ونشره. هذه كانت جريمة في ذلك الوقت، يعني من كان يطبع الانجيل وينشره او يقرأه بعيدا عن الكنيسة كانت الكنيسة تحرقه. يعني ليس كالمسلمين تطبع القرآن وتوزعه، لا، هو ممنوع تقرأ الانجيل. طيب ايه علاقة ده بإسرائيل؟ أدى ذلك إلى مسألة جد خطيرة جدا. هو تبنى مقولة خطيرة، وهي مقولة أن المسيح ولد يهوديا. هنا أي دولة في العالم كي تقوم تبنى حول إيديولوجيا، سماها إيديولوجيا، سماها دين. العرب قبل الإسلام كانوا عرق واحد، كلهم عرب، ولغة واحدة، كلهم يتحدثون اللغة العربية، ولم تقم لهم دولة. فمسألة القومية نفسها لا تستطيع إقامة دولة على الإطلاق، انتبهوا لذلك. إنما الدين أو الإيديولوجيا هو الذي يقيم الدولة. فالإسلام هو الذي أقام الدولة اللي حكمت من الصين إلى باريس اللي احنا عايشين فيها حتى اليوم. فلما هو الراجل ده قال المسيح ولد يهوديا، وهيترتب على ذلك ان احنا كمسيحيين كي ندخل الجنة لابد ان احنا نقيم لليهود دولة في فلسطين. كيف جاء ذلك؟ لابد ان احنا نشوف هذا المشهد. المشهد هذا يتكون من وفقا للمعتقد المسيحي الأرثوذكسي والكاثوليكي ان هذا هو المسيح، وانه صلب، ومن اللي صلبه الرومان، دول جنود الرومان اهوت، ودول بقى اتباع المسيح اللي صلبوا معاه. وبعدين مين اللي ارشد ووقف يعني ضد اللي دعا الدولة الرومانية؟ كانت وثنية اصلا، ولا كان يعنيها المسيح ولا يعنيها اليهود. فوفقا للرواية المسيحية ان اليهود هم الذين طلبوا من الرومان انه يصلبوا المسيح ويقومون بتعذيبه وقتله. وبالتالي في المعتقد المسيحي إنه اليهود هم الذين قتلوا المسيح، ويتوارث هذه الخطيئة، يعني ليس اليهود اللي في عهد الرومان، لا، واليهود الحاليين يعني. فبالتالي العالم المسيحي كان يحارب اليهود كل سنة ويقتلهم ويبيدهم ويرتكب فيهم الجرائم إلى آخره. لما مارتن لوثر جاء قال لا، اليهود لابد أن نكرمهم، لأنه المسيح نفسه ولد يهوديا. المسيح مولود من بني إسرائيل، المسيح من أحفاد سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل، اسمه إسرائيل سيدنا يعقوب. فقالوا أنه مولود لأسرة يهودية، فاليهود هم أخوال المسيح، يجب أن نكرمهم. طيب، فبالتالي الأمر يشبه كده يا جماعة،
المسلمين الباكستانيين والمسلمين الأفغان والمسلمين الماليزيين وهؤلاء ينظرون، والمسلمين الصوماليين ينظرون للعرب على أنهم أحفاد الصحابة، فيجب إكرامهم. حتى المسلمين الأتراك في الدولة العثمانية كانوا ينظرون العرب هذه النظرة، لدرجة أنا رويت من مذكرات محمد كرد علي أنه قسيس مسيحي لبناني جرى نفيه في الدولة العثمانية في الأناضول، فكان المسلمين الأتراك يقابلونه ينحنون ويمسحون على ركبته ويقولون له شام شريف، فكان يقول لهم أنا مسيحي، فيقولون له أولست من قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم يتبركون به وهو مسيحي لمجرد أنه عربي، على أنه من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هو قال إذا نحن يجب أن نكرم اليهود لأنهم أخوال الرسول وأخوال سيدنا عيسى، وهو المسيح أصلا ولد يهوديا. الكارثة الكبيرة الثانية اللي عملها مارتن لوثر أنه طبع الكتاب المقدس. طيب الكتاب المقدس بيشمل أمرين، الكتاب المقدس المسيحي بيشمل كتابين رئيسيين، التوراة والأناجيل، أو نخليها مجازا الإنجيل. فالتوراة اليهودية والإنجيل مع مجموعة كتب اسمهم الكتاب المقدس. فأصبح لما المسيحي أصبح يقرأ التوراة فيجد أن التوراة أن اليهود هم شعب الله المختار، وأنه يجب إقامة دولة لليهود، وأنه كي تقوم القيامة وتقع موقعة هرمجدون لابد أن احنا نجمع اليهود في فلسطين، وكي نتقرب إلى الله لابد نقيم دولة لليهود في فلسطين. ولذلك المذهب البروتستانتي يسمونه المسيحية الصهيونية، يعني تعتبر دين جديد يعني. طيب المسيحية الصهيونية أو المذهب البروتستانتي اللي بتؤمن به الآن بريطانيا وأمريكا، أقوى دولتين في العالم. ومن الذي أسس إسرائيل؟ بريطانيا. طب ومن يحمي إسرائيل الآن؟ أمريكا. بسبب إيه؟ مسألة دينية كما نشاهد. فده دور الدين في رسم السياسة الخارجية لأمريكا وبريطانيا. طيب ممكن البعض يقول طيب ما هو الكاثوليك والأرثوذكس يؤمنون أيضا بالتوراة اليهودية، ولكن لا يقرؤونها، أو كانت محجوبة عن العامة، والكنيسة كانت ضد اليهود تقول لهم اليهود قتلوا المسيح وخلاص. لكن ده لما بدأ الجماعة المسيحيين يقرأوا في التوراة بدأ مارتن لوثر يغير المعتقد اللي هو شائع عن الكنيسة. فهنا وجدت الإيديولوجيا، أصبح العالم المسيحي يؤمن جزء من العالم المسيحي يؤمن بضرورة إقامة دولة لليهود في فلسطين. هنا بريطانيا بعد ذلك اعتنقت البروتستانتية، ومن يراجع منكم حفل تنصيب ملكة بريطانيا إليزابيث على اليوتيوب هيجدها بتقول وأقسم، تمسك السيف وقسم طويل من بينه أقسم أن أرعى شعب بني إسرائيل. ده في قسم ملكة بريطانيا الحالية في تولها الملك عام 1953. اكتب على اليوتيوب الملكة إليزابيث 1953. فأصبح لليهود في تلك الفترة في دولة لأول مرة بقى، لأول مرة أصبح في دولة تؤمن بأن احنا يجب أن نجمع اليهود في فلسطين، وبدأ القساوسة الإنجليز البروتستانت يدعون لذلك. هنا رغم ذلك ظل الوضع لا يستطيع الجماعة اليهود أو الإنجليز إن هم شوفوا. طبعا بريطانيا في ذلك الوقت، أين بريطانيا؟ هنا جزيرة صغيرة جدا بريطانيا، ولم يكن لها قيمة في ذلك الوقت وأهمية يعني. هذه خريطة العالم عام 1768. كما نشاهد على هذه الخريطة أكبر دولة في العالم كانت دولة المسلمين اللي هي الدولة العثمانية. فكما نشاهد هذه هي أكبر دولة، دي كانت أمريكا بقى، أمريكا ذلك العصر يعني، وبتحكم أراضي شاسعة كما نشاهد. ما الذي سيحدث؟ روسيا قامت بشن حرب عليها من هنا، وأيضا قام الأسطول الروسي من هنا، كان روسيا هنا، قام بالالتفاف وأتى عن طريق البحر المتوسط ثم دخل
إلى هنا وقام بقصف اسطنبول. ما سبب قيام هذه الحرب؟ طبعا هو السؤال، الدولة العثمانية بما أنها أقوى دولة في العالم لماذا لم تكمل فتح أوروبا؟ لماذا لم تكمل فتح أوروبا؟ لأنه دائما جيل الأحفاد بيتسم بأنه جيل منحل، يعني بيبقى مؤسس الدولة فقراء. احنا شاهدنا من أسس دولة الإسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول تربى يتيما يعني في بيئة قاسية، وكان العرب يرسلون أطفالهم للرضاعة في الصحراء حيث لا زرع ولا ماء، فكان أبناء العرب ينشؤون في بيئة قاسية صعبة. ولذلك تجد طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده جلد شديد جدا، سيدنا أبو بكر الصديق عنده جلد، خالد بن الوليد، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، معاوية بن أبي سفيان. يعني لما تنظر للجيل الأول أول 100 سنة الدولة الخلافة الراشدة الخلافة الأموية، هتجد أن كلهم كان يجري إرسالهم للبادية للتعلم في الصحراء. الدولة العثمانية كانت تفعل شيء مشابه، أنه أبناء السلاطين يجري تربيتهم في الغابات وفي المناطق النائية، بعد أن يكبروا يعودوا يستلموا الحكم. الدولة شاخت، وأصبح بعد كده أبناء السلطان يجري تربيتهم في القصر، فبيجري بيئة منعمة مترفة، بيولدون إرادة ضعيفة. سنأتي لذلك. فالذي جرى أن روسيا أرادت أن تهاجم بولندا. بولندا كاثوليكية وإمبراطورية كبيرة كما نشاهد، كانت بتحكم كل ساحل البلطيق. الدولة العثمانية كانت متحالفة مع بولندا ومتحالفة مع السويد، والسويد ضد روسيا. إذا يعني في هذا السياق أن روسيا هجمت على الدولة العثمانية، وهجمت هنا وهجمت هنا، وفي ظل وجود بشوات دولة في حالة بقت وحش تشبه أمريكا الآن. أمريكا الآن وحش كبير لكن متفسخة من الداخل. يعني الذي يجري في أمريكا هو نفسه الذي كان يجري في الدولة العثمانية يعني. ثم الأسطول الروسي خرج، وكما ذكرنا وجه ولف، وبل إنه هو جاء لميناء الإسكندرية واحتل ميناء بيروت وقصف اسطنبول. وكان لهذه الحرب نتيجة مهمة جدا فيما يتعلق بإنشاء إسرائيل فيما بعد ذلك. في ذلك الوقت من الذي كان يحكم مصر؟ مصر هنا ولاية كبيرة طبعا، كانت أكبر ولايات الدولة العثمانية مصر. كان يحكمها واحد هذا اسمه علي بيك الكبير. علي بيك الكبير هو أصلا كان شخص مسيحي، ابن قسيس أرثوذكسي، تظاهر بالإسلام. هو أصلا كان جاي من قرية اسمها أماسيا في تركيا. فيه هناك مسيحيين في هذا المكان، لأنه سلطان محمد الفاتح ولما جرى فتح هذه المنطقة بقي مسيحيين، وبعضهم يعني من ابن علي بيك الكبير علي بيك الكبير تظاهر بالإسلام وعاش في مصر إلى آخره. لما جت روسيا تدخل الحرب فقام هو بمهاجمة الدولة العثمانية من الجنوب، وروسيا هاجمت الدولة العثمانية من الشمال، وهجمتها في القرم وهجمتها من هنا. والأسطول الروسي هاجم الدولة العثمانية وضرب شواطئ الشام، فحصرت الدولة العثمانية. هترتب على كده إيه؟ إحنا قلنا المسلمين أقوى دولة في العالم، فجأة العالم سيكتشف أن دولة المسلمين هشة وضعيفة، لأن روسيا كانت دولة صغيرة جدا في ذلك الوقت. فماذا سيحدث؟ هيحصل هتغير خريطة العالم. ادي خريطة العالم عام 1474 بعد نهاية الحرب. فهنجد التغيرات الخطيرة. أولا روسيا أصبح لها شاطئ على البحر الأسود، ومن الناحية العملية سيطرت على القرم. لا نريد أن ندخل في تفاصيل في القرم الآن، لكن البحر الأسود الذي كان بحيرة إسلامية أصبح بحيرة دولية. يعني كان البحر الأسود بحيرة إسلامية، البحر الأحمر بحيرة إسلامية، الخليج العربي يكاد يكون بحيرة إسلامية. كان ممنوع أي حد يدخل فيه إلا إذا استأذن الدولة العثمانية. كانش في ذلك الوقت حاجة اسمها الملاحة الدولية، يعني خلاص وشرق البحر المتوسط يخص المسلمين، ممنوع حد يدخل الأماكن دي إلا إذا استأذن يعني. فروسيا توسعت وأخذت. فهنا بدأت العقبة الأولى أمام إنشاء دولة اليهود في فلسطين. الدولة العثمانية بدأت تترنح. ترتب على هذا أمر خطير جدا، وهو بعدها على طول بعدة سنوات عام 1791، احفظوا هذا التاريخ، هذا السلطان اسمه سليم الثالث اتخذ
أخطر قرار في تاريخ العالم الإسلامي، وهو لماذا هزمنا؟ قال لأننا لم نتعلم من النصارى، يجب أن نقتدي بالنصارى. فقال إنه المسلمون يجب أن يكونوا تلاميذ أمام أوروبا. انتبهوا، المسلمون قبل سليم الأول كانوا يهزمون وينتصرون مثلهم مثل أي أمة، لكن لما كانوا يهزمون كانوا يقولون لم ننتصر لأننا بعدنا عن الإسلام، فيجب أن نعود للإسلام كي ننتصر. فكانوا يعودون للإسلام وينتصرون. سليم الثالث قال لا، احنا هزمنا لأن احنا يجب أن احنا نسير خلف أوروبا المسيحية. كل شيء تفعله، إن شربوا الخمر نشرب الخمر، إن فعلوا كذا نفعل كذا. فأصبح لدرجة أنه بقى في تلك الفترة من يرتدي العمامة يعدم. تخيل الجنون. وأصبح ارتداء الطربوش، يعني الطربوش في البداية هو أوروبي، يعني بعد كده هيحظر الطربوش على أنه إسلامي يعني، وتقوم معركة الطربوش والقبعة يعني. طيب، فهنا جرى تلويث العقل الإسلامي لأول مرة. يعني السمكة تفسد من رأسها، والعالم الإسلامي فسد من يومها 1791. يعني اليوم بنتكلم فيه 240 سنة. احنا في حالة التخلف من 240 سنة في عهد سليم الأول. السمكة فسدت من رأسها، وأصبح احنا بقى ايه؟ كل ما نقلد أوروبا أكثر ننهار أكثر. احنا هنشاهد بقى نتائج ما فعله سليم الأول. هو قال سنتقدم وننتصر ونستعيد. كما سنعرض عليكم اليوم، ظللنا ننحدر إلى أنه لأول مرة في التاريخ الإسلامي يجري أنه تيجي دولة غير مسلمة، دولة مسيحية اللي هي بريطانيا، وتحتل اسطنبول. حدث من قبل في الدولة العباسية اللي هي بغداد، ولكن في فرق سنأتي لذلك. المسلمين قبل ذلك كان المسلم ممكن السلطان يشرب خمر أو يشرب أو يبتعد عن الشريعة الإسلامية، لكن كمعصية وليس كفكر. يعني فرق إن أنا أشرب خمر وبعدين معصية. تشرب خمر ليه يا صابر؟ أقول لك والله أنا منحرف يا أخي، أنا عاصي، مسلم عاصي، فتنتهي معصيتي بموتي. يعني لا أقنع غيري بشرب الخمر، غير بقى أن أنا أشرب خمر وأقول الخمر في الإسلام وشرب الخمر تقدم وأوروبا تفعل، وأبدأ أشيع الفاحشة. فهذا الذي يؤدي إلى حتى لما أموت يصبح لي أتباع وتلاميذ يقولون الخمر مفيد، وهكذا. هذا ما فعله سليم الأول، وده أخطر شيء فعله. 1791 ركز بعدها، وهنا ما الذي كان يحدث في أوروبا في تلك الفترة؟ كانت أوروبا ترتد عن المسيحية وتتجه إلى الرومانية. ما نسميه الحضارة الحديثة هو عودة الحضارة اليونانية والرومانية. النساء كانت بتمشي شبه عرايا في الشارع، هذا ما يجري في هذه الأيام. كانوا بكل الخمور، اللواط، الرجل مع الرجل، المرأة مع المرأة، هذا كان عند اليونان وعند الرومان. وحتى البروتوكول وحرس الشرف، أسماء الشهور، أغسطس، أكتوبر، كل هذه أمور رومانية. أوروبا كفرت بالمسيحية، والأخ سليم بدأ قال يعني شيئا فشيئا هنبدأ نبتعد عن الإسلام. طبعا الإسلام لأنه بنيته الفكرية قوية ما كفرنا بالإسلام. بعدها بسنوات قليلة قامت الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت ضد لهدم الكنيسة الكاثوليكية، وولدت العلمانية. والعلمانية الفرنسية ولدت لتدمير الكاثوليكية. كما نشاهد شعار الثورة الفرنسية ماذا؟ امرأة عارية الصدر. يعني إذا كانت المسيحية تقول الحشمة والحجاب، في ذلك الوقت المسيحيات في أوروبا كنا يرتدين حجاب. فقالوا لا، احنا اي حاجة تغضب ربنا احنا هنعملها. عارفين مقولة السيسي، اي حاجة تغضب ربنا احنا معاها وبنأيدها، كما قال السيسي. هي الثورة الفرنسية. فذبحوا القساوسة وهدموا الكنائس. ويعني من يقرأ في تاريخ الثورة الفرنسية إجرام عنيف جدا. طبعا في ناس ادعت انه اليهود كانوا موجودين في الثورة الفرنسية، الماسونية كانوا موجودين في الثورة الفرنسية. انا لم ابحث هذا الجزء، لكن اليهود استفادوا جدا
من مسألة العلمانية واستفادوا من الثورة الفرنسية. من حيث فكرة العلمانية، اليهود قبل العلمانية كانوا ممنوعين من دخول الحياة السياسية في فرنسا، لأن الكنيسة بتحكم وأن الدولة للكاثوليك واليهود دول كفار ممنوع يتدخلوا في شؤون الحكم. لكن بعد العلمانية أصبح ممنوع تقول أنا كاثوليكي، وأصبح من حق اليهود أن يدخلوا السياسة الفرنسية لأن احنا مواطنين. فهنا أصبح الدولة الثانية اللي أصبح لليهود فيها نفوذ. الدولة الأولى بريطانيا، أدي إيه؟ هنا فرنسا التي كانت تقف ضد قيام دولة يهودية في فلسطين لأنها كاثوليكية، فرنسا بقت مؤيدة لقيام هذه الدولة. وبريطانيا أيضا كانت مؤيدة من قبل. طبعا فيه الولايات المتحدة الأمريكية هنا، بس الخريطة مش جايباها، دولة مسيحية بروتستانتية أيضا عقيدتها تقوم على أساس يجب تجميع اليهود في فلسطين. تلاحظون على هذه الخريطة أمر غريب جدا، أنه كان بيتشكل مشروع الدولة اليهودية فين؟ بعيدا تماما عن عالم الإسلام وبعيد عن فلسطين، يعني بعيد عن الدولة العثمانية. المهم الآن أصبح لدينا في عام 1798 3 دول تؤيد قيام دولة اليهود في فلسطين: بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في بقى ده المعسكر مؤيد لليهود، وفي معسكر مضاد لقيام الدولة اليهودية اللي هو معسكر الدولة العثمانية ومعسكر روسيا الايه الأرثوذكسية. ولسه عندنا الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي هي كان اسمها النمسا. طبعا النمسا كانت إمبراطورية ولها أجزاء من هنا اسمها الإمبراطورية الرومانية المقدسة، كانت لسه موجودة. بروسيا اللي هي ألمانيا الشرقية يعني. طيب هيحصل في حدث مهم جدا عام 1806، هو أوروبا 1806. إيه اللي حصل؟ نابليون بونابرت قام بالهجوم على ما يسمى بالإمبراطورية الرومانية المقدسة، وبل إنه دخل وصل إلى البابا وكلام من هذا القبيل، وهدم الإمبراطورية الرومانية المقدسة اللي تقوم على المسيحية الكاثوليكية، فجرى إسقاط أو إخفاء الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فبالتالي بهذا الشكل أزيلت عقبة إضافية كانت تحول ضمن تجميع اليهود وإقامة دولة له. كده اليهود في عدو انزاح. ما بقي مين؟ روسيا الأرثوذكسية اللي هي بتؤمن ان اليهود قتلوا المسيح، والدولة العثمانية. المسلمين لا يؤمنون بأن اليهود قتلوا المسيح ولا يؤمنون بأنه يجب قتل اليهود ولا اضطهادهم ولا شيء، ولكن يقولون ليس من حقهم إقامة دولة في فلسطين لأنها أرض إسلامية. بعد ذلك بدأت الدولة العثمانية تأخذ بالنمط الأوروبي الغربي أكثر وأكثر، فظلت تنحدر. فمن بين انهيارها إن هي اليونان استقلت عنها، انفصلت ولم تستطع، شوف اليونان لم تستطع أن تتصدى لها الدولة العثمانية، وبريطانيا وفرنسا وروسيا تحالفوا عليها. قامت ثورة في الصرب، قلاقل في المجر، في هذه المناطق الدولة بدأت تتشظى. وهنا هنجد أن المعسكر المؤيد لتجميع اليهود في فلسطين شيئا فشيئا بيقترب ويدخل على العالم الإسلامي. هنا عام 1840 حدث مهم جدا في التاريخ الإسلامي كله وفي التاريخ العثماني، ويعتبر ممكن تعتبر أن هذا من أول الدساتير في تركيا، اللي هو أنه جرى فرض على تركيا بالسلاح الفيدرالية وتقسيم الدولة إلى 2. ما هو الدولة العثمانية ضخمة كما تشاهدون يا جماعة، شوفوا دولة كبيرة، يعني تونس، ليبيا، مصر، كل دولة ضخمة، فما كانوا يستطيعون عليها. فجرى قسمها إلى مصر والسودان، دول كانوا تحت حكم محمد علي، جرى عمل فيدرالية، فجرى تمزيق الدولة يعني. واللي عاوز يطبق نفس المخطط في تركيا الآن حركة 10 ديسمبر الشيوعية، اللي هي احتلت حزب الشعب الجمهوري اللي هو حزب المعارضة في تركيا الآن يعني. فهم عاوزين يعملوا في تركيا فيدرالية، يعني يقولوا بعد ما نسقط أردوغان في انتخابات 2023 نعمل فيدرالية ونقسم البلد كما جرى في الدولة العثمانية. المخطط لم يتغير، فقط الأسماء يعني. فجرى فأصبحت الدولة العثمانية فقدت مصر. وهنا لما محمد علي عمل مملكة خاصة به لمصر،
حكم ذاتي في الدولة العثمانية، بدأ محمد علي يجمع اليهود من كل العالم، من اليونان، من الدولة العثمانية، من إيطاليا، من فرنسا. يعني اليهود في عهد حكم محمد علي وما بعد أولاده كان اليهود والأرمن وباقي المسيحيين هم الذين يحكمون الدولة بتاع محمد علي. درجة في مذكرات نوبار باشا أنه محمد علي باشا لما وافته المنية كان يقف فوق رأس 4 أشخاص، 3 منهم مسيحيون. ده بيكشف لنا أن الحكم انتقل، النخبة السياسية في مصر انتقلت من يد المسلمين إلى يد المسيحيين، واليهود بعد كده سيطروا على الاقتصاد. طب اليهود بيستمدوا قواتهم منين؟ من بريطانيا. ما هي بريطانيا هي التي جاءت بأسطولها وحاربت محمد علي وهزمته في الشام، وهي اللي فرضت على الدولة العثمانية هذا التقسيم. وبريطانيا احنا ذكرنا ان خلاص اصبح بتعتنق المسيحية البروتستانتية اللي هي بترى يجب ارضاء اليهود كي ندخل الجنة وكي نجمعهم كذا في فلسطين. فهذا يرينا الذي جرى. طبعا فاتنا ان احنا نقول انه ايضا فرنسا قامت باحتلال الجزائر. العالم الاسلامي بدأ يؤكل من اطرافه، يعني ضاعت الاندلس ضاعت، ثم المغرب بدأ، الجزائر ضاعت. يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى بيبدأ الانقاص من الاطراف. وهنا وطبعا روسيا هنا وهنا فبدأت الدولة تؤكل من أطرافها، وهم مصر وفي الآخر فلسطين كانت في القلب في ذلك الوقت، اقتربوا من فلسطين. هنا حدث مهم آخر في التاريخ الإسلامي هو عام 1882، ده في عهد السلطان عبد الحميد، وأنا أعتبره مسؤول عما حدث. يعني جرى في عهد السلطان عبد الحميد مجموعة من الكوارث. من ضمن الكوارث التي جرت كارثة إن روسيا استمرت واحتلت أراضي أكثر، إلى درجة إن روسيا وصلت على مشارف اسطنبول. السلطان كانت الدولة تحت حكم الماسونية، وهو كان تولى لفترة وجيزة، لكن أعتقد هو لو كان شخصية حاسمة وقوية كان ضربهم كلهم. وأنا أستشهد هنا بتجربة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأستشهد بتجربة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وأبيه مروان بن الحكم. يعني لدينا تجارب مشابهة لقادة وحكام. وصلاح الدين الأيوبي في مصر، صلاح الدين الأيوبي جاء مصر، ومصر فيها القوات الصليبية وفيها الدولة الفاطمية الشيعية، وكان أعداء ضده من كل ناحية. لكن شخصية صلاح الدين القوية الحازمة وشخصية أبو بكر الصديق إلى آخره، يعني كانوا هم في ظروف أسوأ من السلطان عبد الحميد. لكن هو للأسف السلطان عبد الحميد كان شخصية ضعيفة يعني، فضاع أجزاء كبيرة جدا. وطبعا بعد كده الإنجليز تدخلوا لدفع الروس بعيدا. أعطى الإنجليز قبرص مقابل إن هم ينقذوا اسطنبول. الإنجليز جاءوا، بريطانيا جاءت واحتلت مصر. هو وقف ضد هذا الاحتلال، لكن هو لم يفعل شيء ليمنع الاحتلال، يعني هو كان يخاف الحرب. وهذه نقطة. وفي الآخر الدولة كلها ضاعت، لأنه أنت كان لابد تدخل حرب كي تصحح كل هذه الكوارث. يعني ظل في الحكم 33 عاما يتجنب دخول الحرب، فكانت النتيجة في الآخر لابد تدخل حرب. يعني ماذا تنتظر يعني؟ طبعا النتيجة هنا يا جماعة إيه؟ إن الإنجليز لما حكموا مصر أصبح اليهود جم أكثر داخل مصر، وأصبح فيه قاعدة للانطلاق إلى فلسطين. وبدأ في ذلك الوقت يجري مستوطنات يهودية في فلسطين. طبعا في ذلك الوقت كي نفهم، ما كانوا يقولون سننشئ إسرائيل. يعني بالضبط أنت لما بيجي مثلا ناس تبني بيوت أو تبني كذا، كان الوضع يعني غير معلن. لكن بنيت المستوطنات في عهد الدولة العثمانية. وطبعا في ذلك الوقت ما كان يساعدهم الخديوي إسماعيل في مصر، لعب دور كبير جدا، وابنه الخديوي توفيق. يعني حكام مصر لعبوا دور كبير جدا. هنستمر بقى في لحد ما نيجي لعام 1912. عام 1912 كان جرى خلع السلطان محمد، خلع عام 1909. ما أن خلع السلطان عبد الحميد اللي مش عاجبنا، جاء بقى السلطان عبد الحميد كان مخلص ولكن ضعيف أو بيخشى المغامرة. اللي جم حكموا مكانه خونة بقى، ده الماسونية جت حكمت الدولة.
فهنجد انه خلاص الدولة العثمانية العقبة بقى في عقبتين حالا ضد إقامة دولة يهودية، روسيا الأرثوذكسية والدولة العثمانية. فالمهم دول البلقان شنت حرب إلى وصلوا إلى مشارف اسطنبول، لدرجة أن المصريين في ذلك الوقت وهم فقراء تورعوا ب4 ملايين جنيه ذهبي لسكان اسطنبول، لأنه كان في 1,000,000 مسلم لاجئ في اسطنبول لا يجدون طعاما، كلهم هجروا إلى هذه المنطقة. طبعا كما نشاهد أصبحت الدولة العثمانية عاجزة عن حماية نفسها. في نفس الوقت إيطاليا قامت باحتلال ليبيا، وفرنسا طبعا كانت احتلت تونس وكانت احتلت الجزائر، وفرنسا احتلت أجزاء من المغرب، وإسبانيا احتلت أجزاء أيضا من المغرب، والإنجليز احتلوا قبرص. هم عام 1912 ده أيضا في عهد السلطان عبد الحميد جرى أمر مهم، إنه آل سعود سيطروا على نجد اللي هي وسط الجزيرة العربية، وهذا من أخطاء السلطان عبد الحميد أيضا. أيضا الإنجليز سيطروا على الكويت، وهذا في عهد السلطان عبد الحميد. أيضا الإنجليز كانوا سيطروا على عمان قبل ذلك، وسيطروا على الإمارات، سيطروا على قطر في عهد السلطان عبد الحميد، سيطروا على اليمن الجنوبي، لكن ده في تاريخ سابق. هنا هنصل إلى الحرب العالمية الأولى عام 1915. كما نشاهد بريطانيا بتؤيد إقامة دولة اليهود، فرنسا بتؤيد إقامة دولة اليهود، حتى ألمانيا والنمسا برضو يؤيدان إقامة دولة اليهود. لم يتبقى سوى روسيا بتعارض أرثوذكسية، والدولة العثمانية تعارض. ما الذي سيحدث؟ كما نشاهد قام الإنجليز بالانطلاق مصر من القاعدة بتاعتهم من هنا، قاموا بالهجوم على فلسطين واستولوا عليها. طبعا لو كان فخر الدين باشا هو قائد الجيش العثماني المتجه لمصر كان سيطر على مصر وحررها. لابد أن نقر أن المخابرات العثمانية في الدولة العثمانية وقت الحرب العالمية الأولى كانت ضعيفة، وكانت تفتقد للرؤية السياسية، لدرجة أن كان عندهم صحف في مصر كانت في عهد السلطان عبد الحميد أغلقوها. هم كان في أحزاب سياسية في مصر مؤيدة للدولة العثمانية توقفوا عن تمويلها. يعني بعد رغم اعتراضنا على السلطان عبد الحميد، إلا أنه كان عامل نشاط، له نشاط سياسي قوي في مصر، وله أحزاب في مصر، وذراع إعلامي، وله نخبة في مصر موجودة. يعني الجيش العثماني لو جاء كان سيجد عمل منظم لاستقباله. أما هؤلاء لما تقرأ مذكرات جمال باشا يقول لك أنا ذهبت إلى مصر وقلت لما أعبر سأجد المصريين يقومون بثورة، والمصريين قاموا مظاهرات بفعلا وكذا، لكن هؤلاء مدنيون كيف يستطيعون التصدي لجيش؟ طب ما هو المسلمين اللي موجودين في البلقان هربوا إلى اسطنبول ولم يستطيعوا التصدي للقوات الدول البلقانية، هم مدنيين غير مدربين على الحرب أصلا. إذا أنت لم تدربهم كدولة عثمانية كيف يتصدون الجيش نظامي أصلا عنده خبرة قتالية؟ الحرب الأيام دي بتحتاج تدريب وكذا. المهم هذه اللي حصل بقى هنا، حصل هجوم من الإنجليز مصر على فلسطين، احتلوها. سنأتي لذلك. قبل احتلالها الإنجليز هجموا كم مرة وهزموا مرتين، وهزموا على الشام. آل سعود هجموا على العراق، ولكن آل رشيد تصدوا لهم وهزموهم في معركة اسمها جراب، وهرب منهم آل سعود. الخان الحسين بن علي هجم من هنا، طبعا في قبائل وناس تصدوا له، وفخر الدين باشا إلى آخره. أيضا هنا قبائل المنطفق قامت بالتصدي للإنجليز في العراق وجبهة كذا. والمهم حصلت روسيا هجمت هنا، الدولة العثمانية هجمت. ليس وقت الآن شرح ما جرى في الحرب العالمية الأولى. ليبيا كان فيها قبائل السنوسي هجموا على الإنجليز تضامنا مع الدولة العثمانية. السودان في الأسفل هجمت أيضا على مصر لكن هزموا. طيب الموضوع ده مش ده موضوعنا. طبعا ده الخائن الحسين بن علي، واحد ممن ساهموا في إسقاط فلسطين، وهو مسؤول ويعذب في قبره الآن، هذا إيماني بالله يعني، لأنه هو الذي ومن أدخل جنود الجيش الإسرائيلي في القدس، هو وأولاده من بعده يعني. لكن مهم أن نعرف أنه حدث وعد بلفور 1917. وعد بلفور 1917. وعد بلفور مهم جدا. هو ليس له قيمة في حد ذاته. هو الذي حدث أنه الطرفين المتحاربين في الحرب العالمية الأولى
الطرفين ألمانيا والنمسا ومعاهم الدولة العثمانية وبلغاريا في طرف، وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في طرف. الطرفين دول ظلوا يتحاربان ولم يستطع أي طرف الانتصار. حتى بريطانيا وافقت أن اليهود، لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني، أن اليهود يكون لهم دولة في فلسطين. في هذه الحالة اليهود كانوا في الجهاز الإداري للطرف ده، وفي الجهاز الإداري للدولة العثمانية والنمسا وألمانيا وكل شيء. فهم قرروا دعم بريطانيا. بعد وعد بلفور الجيش العثماني جاع الإمدادات والتموين وكده. هل اليهود مخطئون؟ لا، اليهود ليسوا مخطئين. ليه؟ لأن اليهود عملوا لمصلحتهم، لكن حضرتك أنت المغفل. يعني الذي يقود الدولة العثمانية مجموعة من الجهلة ما عرفوا كيف يديروا أمور الدولة ولا يؤمنوا إمدادات الجيش، وتركوا إمدادات الجيش. يعني تخيل الجيش العثماني كان داخل الحرب وفيه كتائب أرمينية، وبعد كده الكتائب الأرمينية أطلقت النار على الجيش. هل الأرمن غلطانين؟ لا، هو الأرمن مسيحي وعاوز يقيم دولة له. أنت عاوز الأرمن المسيحي يحارب عشانك أنت كمسلم؟ يعني أنت مجنون. حاجة عجيبة جدا. يعني أنا شايف اللي بيقولوا الأرمن غلطانين إن هم حاربوا الدولة العثمانية. لا، أنتوا كيف كنت تريد من الأرمن أن يحارب من أجلك وتريد من اليهود أن يحاربوا من أجلك؟ أنت شخص عبيط. يعني حاجة عجيبة جدا. عاوزهم يحاربوا حرب ليست بتاعتهم. اليهود عاوزين يؤسسوا دولة والأرمن عاوزين يؤسسوا دولة. أنت بقى أمنت بفكرة الوطنية والكلام ده، أنت مغفل. طب نعمل لك إيه طيب يعني؟ طيب، فالمهم المغفلين في الحرب العالمية الأولى اليهود. طبعا الطرفين ليس اليهود هم الذين حسموا الحرب، ما هو اليهود موجودين في كل الحروب. يعني أنا أرى أنه بيجري إعطاء اليهود أكبر من حجمهم. هي المسألة في طرفين مش قادرين، لا ده قادر يحسم ده، فمجرد أنه يعني إيه موجة رياح تأتي كده تجعل هذا يهزم وهذا يهزم. الدولة العثمانية مشكلتها الرئيسية في الحرب العالمية الأولى لم يكن لديها ولاء ووراء، فكانت وآمنت بقى بالأفكار الخزعبلية اللي جاءت من أوروبا، فأدخلت الأرمن في جهاز الدولة وأدخلت اليهود وأدخلت كذا. فالنتيجة أنه هؤلاء عملوا لمصلحتهم، لا نلومهم، نلوم من جعل مقاليد الدولة بيدهم، فانهارت الدولة. هنا خريطة العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى اخترنا عام 1924 اللي هو عام قيام تركيا. الإنجليز سيطروا على مصر، سيطروا على السودان، سيطروا على الحجاز، سيطروا على الإحساء، على نجد، على الكويت، على العراق، على الأردن، على فلسطين. الفرنسيين سيطروا على سوريا. خلاص أصبحت يعني الأرض تبعهم، فأتوا باليهود ووضعوهم في فلسطين. طبعا سنلاحظ هنا اسم تركيا، اختفت الدولة العثمانية. الإنجليز اشترطوا أنه لابد من محو اسم الدولة العثمانية. فاتنا أن نقول الحرب العالمية الأولى انتهت بأن الإنجليز احتلوا العاصمة اسطنبول، وهذه ثاني مرة يجري فيها احتلال عاصمة المسلمين. المرة الأولى على يد المغول لما المغول احتلوا العاصمة بغداد، والمرة الثانية لما الإنجليز احتلوا اسطنبول. وهنجد أنه فيه أمرين مشتركين في الدولة العباسية والدولة العثمانية. الدولة العباسية كان من فسادها أن هي أخذت بالفلسفة اليونانية، يعني كانت تنفق الأموال لتترجم كتب الفلاسفة اليونان. فكيف أنت تأخذ أمة مهزومة اللي هم اليونان؟ أنت أمة منتصرة أصلا. الدولة الأموية لم تفعل هذا الكلام. الدولة الأموية كانت ترى أن احنا أمة منتصرة وإحنا درجنا القرآن الكريم. في انحراف في الدولة الأموية، لكن اللي حصل في الدولة العباسية كارثة. فوصل الأمر إلى أنه المغول احتلوا بغداد. يعني الأمويين لما الراية سقطت منهم سقطت في يد ناس مسلمين اللي هم العباسيين، لكن العباسيين لما الراية سقطت منهم سقطت في يد المغول. لكن بقي فيه المماليك في مصر في ذلك الوقت، وكان فيه الدول الإسلامية في المغرب في ذلك الوقت. الدولة العثمانية المشترك إن هي في آخر عهدها بدأت تأخذ بالسير خلف أوروبا، نفس ما فعلته الدولة العباسية. فانتهى الأمر باحتلال الإنجليز لإسطنبول،
واتضح أن كل ما أسموه في التاريخ العثماني بالإصلاحات كان فساد وإفساد، والنتيجة أنه أين نحن؟ يعني الدولة العثمانية كان مساحتها أحيانا 13 مليون كيلو متر، 15 كيلو مليون متر. الآن تركيا مساحتها أقل من مليون كيلو متر. فأين الإصلاح الذي فعلوه يعني؟ طيب، الإنجليز لما احتلوا اسطنبول كان من ضمن الأمور أنه لابد يجري محو اسم الدولة العثمانية. لماذا؟ لأنه حتى لو وكان ممكن تظل المساحة دي المسماة تركيا باسم الدولة العثمانية، ولكن كان دايما المسلمين الموجودين في الأناضول سيقولون سوريا بلدنا، والعراق بلدنا، وفلسطين بلدنا، ومصر بلدنا، وليبيا والجزائر، نحن الدولة العثمانية. لأنه بنتكلم في 250 سنة مهما احتلت الجزائر أو تونس أو كذا بتظل تقول هذه أرض محتلة، بالضبط كده مثل سيناء كده. لما سيناء أخذت من مصر، في إسرائيل أخذتها من مصر، ونقول إيه؟ سيناء أرض مصرية. طب لو إحنا غيرنا اسم مصر ده، لو إحنا شطبنا الآن، عملنا على إكس على اسم مصر وخلناها اسمها مثلا وادي النيل أو جمهورية القاهرة، لن يطالب أحد ويقول سيناء أرض قاهرية بقى، ما إحنا محينا الاسم. فكان لابد من محو اسم الدولة العثمانية، وجرت مفاوضات طويلة جدا. الموجودين من الدولة العثمانية والأتراك اللي شاركوا في هذه المفاوضات التقوا بالحاج الأمين الحسيني مفتي القدس، وهو في ألمانيا. سأترك المذكرات في نهاية الكتاب. وهو كان ضابط في الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى، وروى هذه الأمور. وأيضا في المؤرخ التركي اللي هو مصر قدير أغلو أيضا حدث نفس الأمور، يعني كل منهم كان بيستشهد بشهود مختلفين يعني. فهنا ولذلك هنجد أنه أصبح في أتراك يقولون لأردوغان مالنا ومال سوريا، سوريا ليست أرضنا والعراق ليست أرضنا، يعني تتخيل. فكان دي خطورة تغيير اسم تركيا. كما نشاهد العالم الإسلامي أو ما يسمى بالدولة العثمانية أصبح تحت السيطرة الإنجليزية. قلنا كي تنشأ دولة محتاج إيديولوجيا عشان ننشئ دولة يهودية في فلسطين، وخلاص الإيديولوجيا موجودة اللي هو المذهب البروتستانتي يقول يجب أن نجمع اليهود. الأمر الثاني كي تنشئ دولة محتاج أرض. الآن أصبحت الأرض فلسطين تحت سيطرة الجيش البريطاني. محتاجين شعب، محتاجين ناس بشر. فمن أين نأتي بهم؟ جمعوا اليهود من العالم وضعوهم في هذا المكان. أنا فاتني خلال العرض أن احنا نعرض روسيا. هنا روسيا الأرثوذكسية التي كانت تعارض قيام دولة يهودية لأسباب دينية كما ذكرناها. أيضا روسيا انهارت في الثورة الشيوعية عام 1917. الثورة الشيوعية في روسيا 1917. الشيوعية هي مذهب يهودي، يعني أساسها ماركس اليهودي، إنجلز اليهودي، أقام الدولة لينين اليهودي، تورتسكي قائد الجيش الروسي أو الجيش السوفيتي يهودي، ستالين زوجته يهودية. حتى ستالين أنشأ دولة لليهود موجودة حتى اليوم في شرق روسيا ناحية حدود اليابان يعني. فبالتالي قلعة روسيا اللي كانت ضد إقامة الدولة انهارت. قلعة الدولة العثمانية اللي كانت ضد إقامة دولة اليهود أيضا انهارت كما نشاهد ولم تعد موجود. فكل الدول التي كانت تعترض على قيام دولة اليهود في فلسطين بغض النظر عن الأسباب كلها زالت. هنأتي فيه حرب فلسطين. دي خريطة فلسطين قبل حرب فلسطين 1948. هنجد هذه المناطق المظللة باللون الأحمر اللي هي مصر، السودان، الأردن، العراق، السعودية، الخليج العربي، اليمن، كله تحت سيطرة بريطانيا. فلسطين تحت سيطرة بريطانيا، قبرص تحت سيطرة بريطانيا، سوريا تحت سيطرة فرنسا، والجزائر والمغرب. فخلاص يعني فلسطين دي اللمسة الأخيرة. إقامة دولة إسرائيل اللمسة الأخيرة اللي قامت بها بريطانيا وأنشأت إسرائيل. في تلك الفترة كان في زعيمين إسلاميين في مصر لا تصرفا بشكل خاطئ، وهما الأول حسن البنا مؤسس إخوان المسلمين في مصر، كان رجل مدني. والثاني ضابط في الجيش المصري اسمه أحمد عبد العزيز. طبعا هو له اسم شارع صغير باسمه في القاهرة. لو كان راقصة أو فنانة أو كان راقصة أو لاعبة باليه كان عملوا مسلسل عن حياته يعني، لكن هو لا طبعا ليس راقصة ولا حاجة. المهم أحمد عبد العزيز استقال من الجيش المصري
وقرر ان هو يدخل يقود قوات المتطوعين في فلسطين. ومين اللي كان بيعاونه؟ حسن البنا. يعني الإخوان المسلمين يجمعوا العناصر بتاعتهم ويرسلوها إلى فلسطين، وأحمد عبد العزيز رجل عسكري يقودهم، عنده خبرة في القتال. جندي مصري وليس جندي إسرائيلي، جندي مصري قتل أحمد عبد العزيز. الجندي المصري لا يزال اسمه محجوبا حتى اليوم، ممنوع، حتى لم ينشر محضر مقتل أحمد عبد العزيز. قالوا رصاصة خاطئة. طب ممن جاءت هذه الرصاصة؟ طيب. الجماعة دول أخطاء، يعني ما هو خطأ حسن البنا وخطأ أحمد عبد العزيز؟ هو أنهما كانا يقودان. من كان الذي يقود الحرب؟ قائد الجيش المصري من؟ هذا الملك فاروق. هذا هو الملك فاروق، وهذه زوجته الملكة ناريمان، هو تزوجها طبعا فيما بعد. وده طبعا بقى الحرس بتاعه والسائق والخدم وكذا. فطبعا هنلاحظ ان الملك فاروق رجل ديوث، يعني لا يغار على زوجته. انظر لملابس زوجته، وهذا يقف بها وهذا يعبث فيها وهذا كذا، ولما تجلس وترفع رجلها وكذا يعني. فالذي كان يقود الجيش المصري ويقود مصر، واللي كان أحمد عبد العزيز وحسن البنا يعملان تحت قيادته بصورة أو بأخرى، اللي هو الملك فاروق. هذا هو سائق الأتوبيس بقى، تمام؟ فالذي لا يغار على عرضه لا يغار على مصر. هو راجل لم يغار على عرضه أصلا. فأنت دايما لما تحب تعرف القائد انظر لزوجته، هل هو عنده غيرة على زوجته ولا هو راجل ديوث؟ لا، هو راجل ديوث، يبقى اعلم ان هو هيكون فيه هزيمة في الآخر. انتبهوا لهذا. ولذلك لما آل سعود دخلوا اليمن لم أؤيدهم، لأن عارف الأمور هتصل لفين. ده أنت استشهد بالتاريخ. فراح الملك لما دخل الجيش المصري قام بجمع الأسلحة من الفلسطينيين، وقام ب طبعا قتل أحمد عبد العزيز، قتلوه، وقام باعتقال الإخوان المسلمين اللي بيحاربوا في فلسطين، وضعهم في السجون، خدوا إعدامات بعد ذلك. وبعدين الجيش المصري انسحب من فلسطين وسلمها للصهاينة كي تقام إسرائيل. هذا مسرح حرب فلسطين. طبعا الحرب كانت تدور هنا. الإنجليز مسيطرين على مصر، لكن الإنجليز فتحوا الطريق للإخوان المسلمين وقال لهم مروا ادخلوا فلسطين عادي. بل إنه القائد البريطاني جلوب باشا كان يقود الجيش الأردني هنا. وبعدين سوريا كان المخابرات الفرنسية مسيطرة أيضا دخلت. وطبعا هنا آل سعود يتبعون الإنجليز. فأنت عندك كل عملاء الإنجليز كانوا هم الذين يقودون المسألة. فهذه الحرب كانت لتفريغ الغضب الشعبي، وفي نفس الوقت تفريغ هذه البلدان من الكوادر التي فيها. فأرسلوا الكوادر اللي في مصر إلى محرقة فلسطين، الكوادر اللي في سوريا في الأردن، وهكذا. فمن أخطاء حسن البنا أنه ذهب يحرر القدس والقاهرة محتلة. فطبعا هنا شاهدنا كيف أن قادة سياسيين انجروا وراء هتافات جماهير اذهبوا إلى فلسطين وكذا. نفس ما كان يحدث في تركيا، أنه يقول لأردوغان أدخل الجيش التركي إلى سوريا، وأصلا الجيش كان فيه أتباع فتح الله جولان قبل الانقلاب العسكري، فيحسب له أنه لم ينجر خلف الشعارات لأنه هو رئيس الدولة. المهم ده الأخطاء اللي حصلت، ولا يمكن أن تنطلق في معركة وظهرك مكشوف، لابد تؤمن ظهرك. فاللي حصل أنه حسن البنا وأحمد عبد العزيز وهكذا، أحمد عبد العزيز وحسن البنا انطلقوا للحرب وظهرهم مكشوف، هذا في ظهرهم يعني بيطعنهم من الخلف. ففي الآخر 1948 جرى إعلان إسرائيل. هنا الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948 اللي هي المظللة بهذا، وبقيت الأراضي ديت غزة تتبع مصر، الضفة الغربية تتبع الأردن. بعد ذلك جرى في مصر عام 1952 جرى انقلاب يوليو 1952، وجاء مجموعة من الحشاشين والفاسدين بتوع المخابرات الأمريكية تولوا الحكم. لن أدخل في قصتهم، الوقت لا يتسع. اكتب على اليوتيوب ثورة 23 يوليو والمخابرات الأمريكية، صابر مشهور. أنا أعددت حلقة عن كيف رتبت المخابرات الأمريكية هذا الانقلاب. يعني مثلا محمد نجيب كان يعمل لحساب الإنجليز،
هذا حكيم عامر قصته يعني والراقصات وكذا. جمال عبد الناصر هو تربى في حارة اليهود وكان له صلات قوية جدا بالأمريكان. طبعا هنجد هنا أنور السادات. أنور السادات يا جماعة ده الإنجليزي اللي أدخلوه الجيش، واكتب على اليوتيوب صبر مشهور أنور السادات جاسوس، حكى القصة كلها من اعترافاته. هنا زكريا محي الدين اللي كان يعمل مع المخابرات الأمريكية ومات ولم يكتب مذكراته. هنا جمال سالم اللي حكم بالإعدام على الدكتور عبد القادر عودة وكان يطلب منهم أن يقرأوا سورة البقرة بالمقلوب. وأنور السادات نفسه شارك في إعدام قيادات الإخوان المسلمين في ذلك الوقت. قائد الانقلاب محمد نجيب وهذه زوجته، وطبعا عرضنا له، ولو كتبت على اليوتيوب صبر مشهور محمد نجيب يطلع لك قصته وعلاقته بالمخابرات البريطانية. طبعا بعد ذلك جمال عبد الناصر وهذه زوجته كانت إيرانية، تحية قادم هو الذي قاد مصر. وطبعا جمال عبد الناصر قام بعمل خدمة كبيرة جدا لإسرائيل. وطبعا جمال عبد الناصر قاد فكرة القومية العربية، ومن اعترض ذبحه، يعني هي قومية بالعافية يعني. وطبعا كي يتمكن، لكن هو الراجل نفسه كان متزوج إيرانية يعني متزوج عربية ولا حاجة يعني، فسيطر على مصر. وبعد ذلك هنا حافظ الأسد لما تقرأ سيرته الذاتية تجد أنه راجل حياته كلها فرنسية يعني، سواء فرنسا دخل مدارس فرنسية، تعلم في كل حاجة حياته فرنسية. حتى حزب البعث العربي الذي يدعو القومية العربية أسسه ميشيل عفلق، وميشيل عفلق هو مسيحي سوري خريج جامعة السوربون الفرنسية، يعني أولاد فرنسا يعني. طبعا دي عائلته. بشار الأسد يقف هنا كما نشاهد. اللي حصل أنه ما كان يستطيع حافظ الأسد أنه يصل للحكم إلا بفكرة القومية العربية. لماذا؟ قبل فكرة القومية العربية كان لابد الحاكم يكون مسلم، فلما جاءت فكرة القومية العربية وفرنسا فرضتها بالقوة في سوريا، فأصبح معيار أنت تحكم سوريا هو أن تكون عربي. فحافظ الأسد عربي، فأصبح من حقه أنه يقود الحكم ويحكم. فهو عمل انقلاب عسكري هو والمجموعة بتاعته، وفي عام 1966 أصبح وزير الدفاع، وقام بطرد كل الضباط المسلمين السنة من الجيش السوري، وأصبح الجيش اللي هو يسمى جيش بشار جيش طائفي يخص مجموعة النصيرية فقط لا غير. بعد ذلك هيترتب على ذلك، انتبهوا بقى اللي هيترتب على كده. احنا عندنا في ذلك الوقت مصر بيحكمها جمال عبد الناصر وزوجته الإيرانية وحافظ الأسد وادي العائلة بتاعته. فهم بقى أعطوا خدمة كبيرة جدا. فحافظ الأسد سلم الجولان لإسرائيل، وجمال عبد الناصر سلم إسرائيل غزة وسلمها كل سيناء. وطبعا الملك بتاع الأردن حسين سلمهم القدس وسلمهم الضفة الغربية. في الواقع لما نلاحظ في كل هذا الشرح نجد أنه لا توجد انتصارات لإسرائيل، ده هو كان بيجري تسليم إسرائيل. خذوا القدس، خذوا غزة، خذوا فلسطين، خذوا كذا. يعني ليست المشكلة في إسرائيل، المشكلة ليست في إسرائيل أبدا، المشكلة في الرياض، في دمشق، في بغداد، في القاهرة. انتبهوا لهذا الكلام. طيب هنا صورة لموشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي، هو لما دخل في القدس طريق البراق. طبعا موشي ديان عام 1967 منع الجيش الإسرائيلي من دخول القدس حتى يدخل هو ويأخذ الصورة. أخيرا ده بث مباشر لما يجري المواجهات هذه الأيام. إسرائيل بتتيح لكل وسائل الإعلام أن يقفوا ويصوروا جيش الاحتلال وهو بيدخل وبيعمل. ما هذه الديمقراطية والشفافية التي فيها إسرائيل؟ يعني كل الصور التي تأتينا عن كل الانتهاكات يقوم بها الجيش الإسرائيلي هو الجيش الإسرائيلي اللي بيسمح أن هي بتصل إلينا يعني، وهو يستطيع أن يمنحها يعني. طبعا الهدف، أنا لا أعرف إسرائيل كيف تفكر قادتها في أن احنا يسمحون بهذا البث المباشر إلى آخر ما هنالك، لكن أعتقد هذه التركيز على جزء من الصورة. طبعا في خلال الحوار كله أو خلال الحلقة يعني ستجدون أني لم أتحدث عن هرتزل ولا الدولة اليهودية ولا كذا، حتى وعد بلفور يعني. ليه؟ لماذا؟ أنا الصورة الكلية أهم، بعد ذلك تفاصيل صغيرة في الوسط.
هنا الصورة الكلية، الصاروخ الصيني اللي كان هيعفو العالم ويدمره. فهنجد انه الامريكان اداروا معركة الصاروخ الصيني بكفاءة اعلاميا، انه الصاروخ الصيني سيقع فوق رؤوسكم ويدمركم ويقتلكم. فالصين مصدر الشرور، الصين اتت لنا بكورونا، وهي جابت لنا كورونا فعلا يعني. والصين بتذبح المسلمين، والصين هتدمر العالم بالصواريخ التائهة بتاعتها. لكن لا احد في الاعلام قال لنا ماذا كان يفعل هذا الصاروخ في الفضاء، وان الصين عامله محطة فضائية، وانه الان الامريكان والصينيين يتصارعون على الاستيلاء على حطام هذا الصاروخ لمعرفة الاسرار التكنولوجية. فالمعركة التي تجري في الفضاء هي اللي هتحكم مصير بيت المقدس والمسجد الأقصى في الأسفل. انتبهوا لهذا الأمر. ختاما نتحدث عن إسرائيل وأخواتها. احنا ليس لدينا إسرائيل واحدة، احنا لدينا إسرائيل الموجودة هنا، ولدينا أخواتها بقى. أخواتها الحكومة الموجودة في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في السعودية، في العراق، في الأردن، في سوريا، انت عندك ايه في السودان. فهنجد انه الدولة التي اقامت اسرائيل هي من؟ بريطانيا. طب والدولة التي اقامت ما يسمى بمصر او ليبيا او الجزائر او فرنسا او العراق؟ بريطانيا وفرنسا. يعني اسرائيل ولدت مع السعودية ومع العراق والأردن ومصر. انتبهوا. فاحنا لدينا إسرائيل وأخواتها، فلذلك أنا بسمي إسرائيل الأخت الكبيرة لهم، أو الأخت إيه اللي هي على الحجر، يعني اللي ماما أمريكا وماما بريطانيا بيهتموا بها أكثر من بقية الإيه الأخوات. ولذلك تجد أن إسرائيل بتسمح بمظاهرات ضدها في فلسطين وتصوير إعلان، لكن السيسي لا يسمح في القاهرة، محمد بن سلمان لا يسمح في الرياض. يعني إسرائيل بتسمح بمظاهرات ضدها، لكن الأنظمة الأخوات إسرائيل لا يسمحون بأي مظاهرة في عندهم. فهنا نكتشف أنه لا توجد دول عربية مستقلة. هنا معايير استقلال الدول، نحن نحتاج دول عربية مستقلة. كيف نعرف أن دولة ما مستقلة أو لا؟ ليس لأن لديها معترف بها في مجلس الأمن والأمم المتحدة ولها سفارات وبتصدر جوازات سفر. دي أمور مضحكة، يعني أمور إيه فلكلورية كده. طيب، معايير استقلال الدول: رقم 1 خوض حرب الاستقلال. أي دولة موجودة، هل مصر خد حرب الاستقلال؟ لا، يبقى احنا لسنا دولة مستقلة. هل جيبوتي خدت حرب الاستقلال؟ لا. هل الكويت أو قطر أو البحرين أو كذا خدت حرب الاستقلال؟ لا. هل آل سعود خدوا حرب الاستقلال؟ لا. الأردن خدت حرب الاستقلال؟ لا. يبقى لسنا دول، احنا لسنا دول مستقلة. الأمر الثاني عدم وجود قوات أجنبية على أراضيها، وهنجد فيه 3 دول بتطبق هذا المبدأ: أمريكا، الصين، روسيا. إسرائيل لا تسمح بوجود قوات أجنبية، لكن إسرائيل لا خاضت حرب. هل هي إسرائيل دولة؟ إسرائيل ليست دولة، هي لم تخض حرب الاستقلال. ثانيا عدم وجود قوات أجنبية على أرضها ليس لقوتها، إنما لأنه هي مش محتاجة. يعني ما هو مرة واحد بعت لي وقال لي إحنا عندنا في مش عارف في دولة إيه ليس لدينا قوات، تقريبا موريتانيا أو شيء من هذا القبيل. أيوة أنت ليس عندك قوات لأنه هو مش محتاج، لكن هو يقدر يرسل لك قوات أجنبية يعني. الأمر الثالث هو تصنيع السلاح والغذاء والدواء. هل أنت بتصنع سلاحك ولا بتستورد؟ أي جيش بيستورد سلاح بيعمل، يعني مثلا مصر بتستورد سلاح منين؟ من الجيش الأمريكي، احنا شغالين لحساب الجيش الأمريكي. بيستورد سلاح منين؟ من روسيا، احنا شغالين لحساب روسيا. اوتوماتيك، يعني سوق السلاح ده ليس سوبر ماركت، وإلا كانت حماس اشترت سلاح من أمريكا يعني. طيب، فإذا الدولة إذا لم تصنع سلاحها ولا غذائها ولا دوائها، يبقى هذه الدولة ليست مستقلة. أيضا التعامل بعملتها المحلية، أنت ما محتاج تروح تتعامل بالدولار. طبعا الدولة الوحيدة اللي في العالم تتعامل بعملتها المحلية أمريكا. روسيا لا تستطيع ولا الصين، وبالتالي الصين استقلالها منقوص وروسيا استقلالها منقوص. احنا بنقول معايير، يعني دولة مستقلة بنسبة 90%، بنسبة 80%، بنسبة 60%، وهكذا يعني. طيب، 5 ألا يتم تعيين حكومتها من الخارج، يعني الشعب ينتخب حكومته. حالة تركيا، حالة روسيا، حالة الصين. الصين مش منتخبة ولكن حكومة غير مفروضة.
لكن لو انت الشعب لا يملك من امره شيئا وبعدين بيجي السفير الامريكي يختار الحكومة، انت لسه دولة مستقلة يعني. 6، امتلاك الاعلام وعدم السماح للاعلام الاجنبي. هنجد ان في دولتين في العالم عندهم اعلام فقط، امريكا والصين. هتجد امريكا عندها الفيسبوك وعندها اليوتيوب وعندها جوجل، عندها تويتر، عندها انستجرام. الصين بقى عندها التيك توك والبدائل الامريكيه. فالصين عندها جهازها الاعلامي لا تسمح لجهات اجنبيه تدخل اراضيها. وهتجد انه امريكا لا تسمح ان روسيا تمتلك وسائل اعلام داخل اراضيها، لا تسمح. ففي دولتين في العالم متوفر فيهم هذا المعيار اللي هو امريكا والصين فقط. 7، التعليم الوطني وعدم السماح بالتعليم الاجنبي. ايضا في دولتين في العالم فيهم هذا المعيار اللي هم امريكا والصين. الصين لا تسمح بتعليم اجنبي على ارضها، وامريكا لا تسمح بتعليم اجنبي على اراضيها. انتهى. وطبعا لما يصبح لدينا دول عربية مستقلة، في هذه الحالة هتكون مشكلة فلسطين قد تم حلها منذ وقت طويل. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو أن احنا الآن نكون عرفنا السؤال الأول اللي هو كيف ضاعت القدس أو ضاعت فلسطين أو المسجد الأقصى. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على الزر، رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا فيديوهات وثائقية وتاريخية أرجو أن تشاهدوها. هنا كتاب تاريخ الدولة العثمانية يلماظ أستونة. اسمعوا الكتاب، مهم ويعطي الصورة الكلية. تفسير الأحداث خاطئ أو أنا ضد تفسير الأحداث، لكن هو معلوماته قيمة وجيدة. اسمعوا الكتاب، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.